ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح. موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. بين عيني كل حي علم الموت يلوح. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. من فضل ربنا جل جلاله أن جعل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مثابة أنبياء بني إسرائيل. وقد ورد ذلك في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. لأن مولانا جل جلاله قد خاطب نبيه بلغة الموت، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله تبارك وتعالى لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعا، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء. وقد ورد في الأثر أن قبض قبيلة أو موت قبيلة أهون عند الله من موت عالم كان يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة، يذاكر ويطالع ويقرأ ليعلم الناس. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وجميع خلق الله يحترم طالب العلم الذي يبلغ رسالة الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ولولا الهدى ربنا واليقين
أليست جراحي هدايا القدر أليست جراحي هدايا القدر إذا ما ارتضيت